ما هي التحديات التي نحن الآن أمامها كما سمعتم في عنوان المحاضرة الشباب وتحديات العصر؟ إيه التحديات؟ تحدي فريق رياضي لفريق رياضي مثلا، تحدي بين الصوفية في المساجد والسلفية، تحدي بين مجموعة ومجموعة. هذا الذي نحن فيه. أين نحن في هذا العالم؟ أين نحن في عالم الفكر؟ أين نحن في عالم الوعي؟ أين نحن في عالم التطور والتقدم؟ أين نحن في عالم الشعارات؟ الشعار العقل السليم في الجسم السليم يصحح عند من لم يدرك ذلك إلى العقل السليم في القلب السليم. اليوم نحن نعيش أزمة في ديننا، نحن نعيش مرحلة صراع اختلاف في ديننا. إذن هذه ليست مرحلة سليمة، نحن نعيش أمام تحدي. من عدونا في الأصل لأجل نتكلم عن التحدي في أعلى درجاته؟ وهذا التحدي نحن لا نفكر فيه، لأنه لا يملأ بطوننا طعام ولا يحقق لنا راحة واستجمام، فلذلك لا يعنينا. ونحن نوظف الحلقات التي نتكلم بها عن أناس ماتوا لإحياء ما فات، للربط بين الحي الميت وبين الميت الحي. الحي اللي يعيش وهو ميت لا يعيش الماضي ولا يدرك المستقبل، وبين أناس ماتوا لكن عاشوا حياتنا ووضعوا لنا بصمات المستقبل حتى نستطيع أن نواجه علمانية عولمة بعالمية الإسلام. العلمانية هي عدوة الإسلام الأول، وخاصة عندما تكون العلمانية مسيسة، ثم العلمنة وهي المرحلة اللاحقة. إذن إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. شوفوا الخريطة في جزيرة العرب، لأن جزيرة العرب موقعها من العالم موقع خاص. جزيرة العرب ادرسها من خلال هذا الحديث حتى تعرك العراق عرك الأديم. أي تقرير هذا؟ من الأمم المتحدة؟ من اليونسكو؟ من مجلس الأمن؟ هذا اللي نعرفه نحن الآن من التقارير اللي يتكلمون فيها عن المجاعات وعن مستقبل العالم. نحن نريد تقرير من التحدي الديني الشرعي الإسلامي يقول لا تقوم الساعة حتى تعرك العراق عرك الأديم، وحتى تشق الشام شق الشعرة. من يقدر يشق شعرة؟ أين القرآن في بيوتنا؟ أين القرآن في مساجدنا؟ أين القرآن في لغة خطابنا؟ في مؤتمرات الآن توجد رسميا لخيانة المرأة، سموها قبل قليل تحرير المرأة، وهي في الأصل لفظة واحدة حصل فيها قليل من التحريف ما بين تحرير وما بين تحريش. لا نقبل تحرير المرأة بمفهوم التحريش. لا نقبل. هذا مثال من الأمثلة التي تدل على أن الحرم المدرسي كالحرم الشريف، تجتمع فيها الرجال والنساء. اقرأوا ما ترون، اقرأوا حمالة الحطب من هي في هذا العصر التي تثير المشاكل بين الشعوب. احزم أمرك واترك الناس على ما هم عليه. هذه حالة طارئة أصابتنا من التراكم الاجتماعي، تراكم الفكري، تراكم الاستعماري، تراكم الاستهتاري. اليوم نحن في التراكم الاستثماري تحتاج إلى عقول وإلى قلوب وإلى أجيال تحمل هم الإسلام كأصل كأساس. في اختلاف إيجابي وفي خلاف سلبي. الوعي هو وعاء والعلم هي مادته، فإذا حصل زيادة في العلم أدرك الإنسان حقوق الآخر، ازداد الوعي استطاع أن يتعامل مع الآخر. إن حصل في رؤى ضيقة هنا لا يستطيع أن يتعايش مع نفسه. النبي من الصحابة من اختلف مع غيره فعرف كيف يقرب وجهات النظر مع وجود الاختلاف. صلى أحد الصحابة في مسجد فوجد رجلا يقرأ بقراءة غير قراءته، ففرغ من صلاته هو سيدنا عمر، فنزع الرجل بثوبه من المحراب حرصا على صحة العمل، وأخذ به إلى المسجد الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله سمعت هذا يقرأ القرآن بما لم أسمعه منك. أما كان النبي يناقش الناس بهذا الانفعال، قال له النبي أرسله أولا. أول ماسك الراجل بثيابه أي يعني، لأنك أنت عرفت مسألة والراجل هذا عبد الله على طريقة أخرى وأنت مسكت بثوبه لأنك معتقد أنك على حق، ارسله أول فكر الرجل، حرر الرجل من مشكلتك، من سيطرتك، من أنانيتك، من حاسيسك الخطأ. بعدما فكر الرجل قال له اقرأ اسمعني. قرأ الرجل حتى فرغ، قال هكذا أنزل.
اقرأ يا عمر. قرأ سيدنا عمر قال هكذا أنزل، إن القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. يبقى هل أحد منهم أخطأ؟ إذا ماذا نريد؟ هل أن أعتزل يعني أنا في نادي الزمالك ولا في نادي الأهلي، ولا أعتزلني سلفي ولا أعتزلني صوفي؟ هذه تكتل. أين أنت؟ تعال لنا هدف مشترك، لنا كاس مشترك نلتقي عليه حتى نستطيع أن نعالج هذه القضايا الموجودة في حياة الشعوب. الأوراق مشحونة بهموم وكلكم على حق فيما ترونه، والوقت لا يكفي. لو كانت الأوقات كافية للمعالجة كان ينبغي أن يزيد عمر النبي إلى 1000 سنة لأجل يعالج. النبي صلى الله عليه وسلم مات وعاد أهل المدينة مش متفقين، عاد المسجد مليء بالمنافقين. أن نقول أننا بإمكاننا أن نعالج خطأنا وخطأ غيرنا على فهم مبدأ القواسم المشتركة في الإسلام.